اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات رواشة شو. النهارده هنتكلم عن شخصية من اعظم واشهر الشخصيات في عالم ذا ووكينج ديد، شخصية نيجن. هو شخصية معقدة جدا، فيها الخير والشر، القوة والضعف، الحب والكراهية. وهنشوف مع بعض ازاي بدأ من راجل عادي واتغير بالكامل بسبب نهاية العالم، وازاي قدر يبني امبراطورية ويبقى واحد من اخطر الناس في المسلسل. وكمان ازاي الممثل جيفري دي مورجان جاب الشخصية دي للحياة بشكل خرافي. وانت من عشاق مسلسل ذا ووكينج ديد او حتى لسه جديد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب واعمل لايك وكمل معايا الفيديو. نيجن كان قبل نهاية العالم راجل عادي جدا، بيشتغل كمدرب رياضي في مدرسة. كان بيحب الهزار والضحك، ودايما عنده كلمة حلوة أو نكتة يضحك بيها الناس. لكن كان جوه قلبه وجع كبير. مراته روسيل كانت مريضة بالسرطان، وده أثر عليه بشكل كبير أما عرف. الحب اللي كان بينه وبين روسيل كان حاجة حقيقية، وكانت هي مركز حياته كلها. في الحلقة اللي بتعرض ذكرياته، حلقة هيرز نيجن، الحلقة اللي بتعرض ذكرياته مع روسيل، شفنا نيجن في لحظات ضعف وحزن، لكن برضه كان بيحاول يكون قوي عشانها. ده بيدينا صورة لشخصية نيجن، ومش بس كزعيم لكن كإنسان عنده مشاعر وألم. لما ظهر وباء الزومبي كل حاجة اتقلبت. نيجن فقد مراته وحياته اللي كان عارفها، وكل العالم اتغير. لكن مش زي ناس كتير انهار، نيجن قرر يبقى أقوى وأخطر واحد. بدأ يجمع الناس حواليه. الناس ضاعت وسط فوضى، وكون معاهم جماعة The Saviors. الجماعة دي ما كانتش مجرد مجموعة عادية، دي كانت دولة صغيرة ليها قواعد ونظام صارم. ونيجن كان قائدهم بلا منازع. كان بيحكم بقبضة حديدية، واللي يعارضه بيتعاقب بشدة. عشان كده الكل كان خايف منه، لكن في نفس الوقت متعلقين بيه. ونيجن ما كانش بيعتمد على العنف بس، كان بيعرف ازاي يخلي الناس تحس انهم جزء من حاجة كبيرة. عمل نظام واضح لجماعته، وكل حد ليه مكانه ومسؤولية. كان بيستخدم الذكاء في طرق تحفيز أتباعه عشان يخليهم يطيعوه حتى لو خايفين. وكمان كان بيرعب أعدائه بطريقة مخادعة، وبيضحك وهم بيخافوا، وده بيخلي شخصيته فريدة. الجماعة كلها كانت بتردد We are all Negan، واللي معناه انهم جزء منه مش بس اتباع. وده كان سبب كبير في استمرارية حكمه. العصاية اللي اسمها لوسيل على اسم مراته، وده مش اختيار عشوائي، ده تعبير عن حب نيجن اللي فقده، وبقى رمز لقوته وسيطرته. نيجن استخدم العصاية في مواقف كتير كان بيعلن فيها سيطرته، لكن أشهرها لما قتل جلين وإبراهيم. وده كان مشهد مأساوي في الموسم السابع، خلى كل الناس تخاف منه فعلا. العصاية دي بقت رمز للرعب، وبقت علامة مميزة لشخصيته، مش بس أداة للقتل لكن كمان رمز للسلطة. نيجن كان مش بس بيخلي الناس تخاف منه، لكن كان بيخليهم يحبوه بطريقة غريبة، وده بيخليهم مخلصين ليه حتى لو كانوا خايفين. كان بيعامل أتباعه كأنهم عيلته، وده خلاهم يتبعوه ويخافوا عليه. العلاقة دي كانت معقدة جدا، بين الحب والخوف والولاء القسري. وده سر نجاحه، لأنه سيطر مش بس بالعنف لكن بالسيطرة على العقول والمشاعر. الصراع بين ريك قائد الطيبين ونيجن قائد الجماعة القاسية كان صراع مش بس على السلطة لكن على القيم والأفكار. ريك كان بيحاول يبني عالم جديد يعتمد على التعاون والرحمة، ونيجن كان بيؤمن إن القوة هي الأساس. المواجهات بين الاتنين كانت ملحمية فعلا، ومع كل معركة كان بيتغير المشهد. وفي النهاية ريك قبض على نيجن وما قتلهوش، وده كان قرار إنساني كبير أثر على مجرى الأحداث كلها. القرار ده خلى الجمهور يتساءل، هل ممكن لنيجن فرصة تانية، ولا هو فعلا ممكن يتغير؟ نيجن اتسجن لفترة طويلة، والوقت ده كان مهم جدا. خلال السجن بدأ يراجع نفسه وحاول يظهر جانب مختلف من شخصيته. بدأ يساعد ناس تانية ويحاول يثبت انه اتغير، لكن برضه الجمهور بيظل متشكك، هل التغير ده حقيقي ولا مجرد تمثيل؟ في الحلقة اللي كسر فيها العصاية لوسيل كانت لحظة رمزية بتدل انه ممكن يكون فعلا عايز يبدأ من جديد. نيجن شخصية معقدة نفسيا، هو مش بس شرير كده وخلاص، هو اتولد في ظروف صعبة، فقد كل حاجة وكان لازم يتصرف بقسوة عشان يعيش. العنف كان وسيلة دفاع عنده مش مجرد أداة للسيطرة. شخصيته بتخلينا نفكر في طبيعة الشر، وهل هو نتيجة الظروف ولا جزء من طبيعة الإنسان. دي شخصية بتخليك تفكر أكتر من مرة في معنى الحقيقي للقوة والضعف. نيجي هنا لجيفري دين مورجان وإزاي جسد شخصية نيجن. جيفري دين مورجان الممثل العبقري اللي قدم الدور عمل شغل ضخم جدا.
كان عارف إنه مش بس بيلعب دور شرير، لكن بيدخل في شخصية معقدة مليانة تناقضات. ابتسامته المخيفة، طريقته في الكلام، وحتى لغة جسده، كلها أتقن الدور فيها باحتراف. جيفري بيقول في كتير من اللقاءات إنه كان تحدي كبير إنه يلعب شخصية زي نيجن، خصوصا إنها شخصية مليانة تناقضات كتير. شرير لكن كاريزما، قاسي لكن عنده جانب إنساني، بيضحك بس في نفس الوقت بيخوف. طريقة نطق نيجن للجمل، استخدامه للغة الجسد، كل التفاصيل الصغيرة دي كانت نتيجة دراسة كبيرة من جيفري عشان يدي الشخصية حياة ويخليها حقيقية قدام الكاميرا. ده خلى الجمهور يتفاعل مع الشخصية بشكل مش طبيعي، مش بس كره أو خوف، لكن كمان احترام وتقدير للفنان اللي وراها. نيجن بقى شخصية أسطورية وسط جمهور ذا ووكينج ديد، في ناس اتعلقوا بيه رغم كل الشر اللي عمله، وناس تانية بتكرهه بسبب أفعاله الوحشية. ده بيعكس قوة الشخصية اللي بتقدر توصل مشاعر متضاربة مع بعض. كمان شخصية نيجي فتحت نقاشات كبيرة عن معاني القوة والعدالة. هل ممكن نغير حد كان شرير ولا لأ؟ حتى خارج المسلسل، نيجن أصبح موضوع نقاش على السوشيال ميديا كلها، وأصبح ليه تأثير ثقافي كبير في عالم المسلسلات. نيجي مش بس شخصية شريرة أو وحش متجسد، هو رمز لصراع إنسان مع نفسه ومع العالم اللي اتغير حواليه بشكل جذري. نيجي بيعكس الحالة النفسية لأي حد اتعرض لضغط كبير وخسر كل حاجة في حياته، وبدل ما ينهار قرر إنه يتحكم في اللي حواليه بأي تمن. هو مش ضحية بس، هو كمان صانع مصيره. رغم إن أدواته كانت قاسية ومؤلمة، نيجن كمان بيمثل حاجة أكبر من شخصيته، اللي هي صراع الإنسان بين الجانب المظلم في داخله والرغبة في السيطرة والبقاء. فكرته في إن الإنسان لازم يكون قوي مش بس جسديا لكن نفسيا وعاطفيا، بتيجي من تجربة عايشها هو شخصيا. نيجن كان دايما بيكرر إن العالم اللي احنا عايشينه مش زي اللي قبله. القانون القديم انتهى، واللي هيعيش هو اللي يقدر يفرض سلطته ويخلي الناس تحس بيه. العبارة الشهيرة بتاعته يا تبقى ملك يا تموت مش بس شعار عادي، دي فلسفة كاملة مبنية على واقعية مرعبة. في عالم مليان زومبي وموت وفقدان لكل حاجة، نيجي شايف إن القوي هو اللي ليه الحق إنه يتحكم، مش في أي حق ديمقراطي أو إنساني، لكن في حق البقاء. وده خلاه يبني إمبراطورية على الخوف والنظام الصارم. رغم عنفها، فلسفته دي كان بتدي الناس أمل في نظام وسط الفوضى، حتى لو النظام ده قائم على الخوف. لكن مش بيآمن بأي قانون قبل الكارثة، هو مآمن بقانون الغابة، القوي ياكل الضعيف، لكن في نفس الوقت عدالته كانت من نوع تاني، فيها منطق صارم. ولو حد خالف النظام بتاعه العقاب بيجي بسرعة وبلا رحمة. مش بس خوف، ده كمان وسيلة لترسيخ النظام، لأنه كان عارف إن في عالم زي ده لو سمح للضعفاء واللي بيتمردوا يسيطروا كله هينهار، والناس اللي حواليه ممكن تموت أو تهرب. حتى في آخر لحظات المسلسل، نيجن مش بيستسلم ولا بييأس، هو دايما بيفكر ازاي يغير الواقع ويفرض وجوده، مش بس عشان يعيش لكن عشان يكون ليه أثر ويبني حاجة حتى بعد الكارثة. نيجن كان شايف إن التغير مش سهل، وإن لازم يكون عنده صبر وحكمة مع بعض، مش بس عنف وقوة، وإن السيطرة الحقيقية بتيجي لما تقدر تجمع بين الاتنين. شخصية بتعلمنا إن العالم مش أبيض وأسود، في درجات مختلفة، وإن حتى اللي بنشوفه شرير ممكن يكون ليه أبعاد تانية. والعلاقة بين نيجن وكارل مش بس علاقة عدو وعدو، ده صراع أجيال وصراع أفكار. كارل كان جاي من عالم مختلف وحاول يحافظ على إنسانيته حتى في الظروف الصعبة، وليجن كان عكسه تماما في فلسفته، هو شايف إن لازم تبقى قوي وشديد عشان تعيش. في تعاملهم مع بعض شفنا لحظات فيها احترام مبطن وفيها تحدي، كأن كل واحد فيهم بيشوف في التاني جزء من نفسه اللي ممكن يكون أفضل أو أسوأ. كارل حاول يفهم نيجن ويغيره، حتى كان مستعد يخاطر بحياته عشانه، وده بيظهر في قراراته وتصرفاته في اللحظات اللي بينهم. دخلنا في الجانب النفسي اللي نيجن ممكن يتوصف بشخصية معقدة جدا، فيها تناقض بين رغبة في السيطرة ورغبة في الحماية. هو عنده كاريزما عالية جدا، لكن بيستخدمها في شقين، شق للهيمنة والسيطرة وشق للتواصل مع جماعته. كتاب الشخصية المعقدة في الأزمات بيقول للشخصية اللي بتنجح في ظروف الكارثة بتكون شخصية بتجمع بين القوة العنيفة والذكاء العاطفي. لكن فعلا بيطبق الكلام ده، وده اللي خلاه يبقى من أقوى الشخصيات في المسلسل. ونيجن دايما بيستخدم الضحك والهزار في مواقف كتير، وده مش بس علشان يخلي الجو أخف لكن كطريقة للدفاع عن نفسه، خصوصا لما يكون في موقف توتر أو ضغط. الضحك ده بيخلي الناس تخاف أكتر لأنه بيوريهم إنه مسيطر حتى في أصعب الظروف. نيجن مش بس زعيم بالاسم، هو صانع مصير لأي حد في جماعته. هو بيديهم أمل في حياة وسط الخراب رغم العنف، هو بيوفر لهم نظام يحافظ عليهم من فوضى العالم. الناس معاه مش بس خايفين، في ناس بتحبه وبتحترمه، وده جزء من نجاحه كقائد.
في النهاية نيجان شخصية معقدة جدا، مش مجرد شرير، لكن شخص اتخلق من رحم ظروف قاسية واستغل القوة اللي جواه عشان يبني العالم بتاعه الخاص. فلسفة